واحد السيد غادي يطلق الزوجه ديالو في الطبيب حيت عتولد ليه جوج تويميات ومساكن عميات. ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. واحد السيد تعرف على واحد السيده ومسكينه، السيده يتيمه ما عندها لا ام لا اب، ولكن واحد السيده اللي سبحان الله ربي نعم عليها واحد الجمال اللي زوين بزاف، وبنت الناس، بنت الاصل، يعني الوالدين ديالها رباو وعرفوا ما يربيو. رانا سيدي مني ماتوا الوالدين ديالها خلاو ليها واحد الدويره، واحد بلاصه شبه شعبيه ما بيهاش، هي اللي بقات عندها. السيد تزوج بها، داها للدار، قال لها غادي نحسن بك وكذا وكل شيء، وتيقول لها انا ما غاديش نفارق معاك، وانا باك، انا امك، انا اختك، انا كل شيء. رانا دوزات ذاك العام الاول حملات، ومني حملات بجوج تويميات. مني مشاو لعند جينيكولوج لقاو عندها جوج ديال التويميات. تيقول لها ما عمرني فرحان بدوك التويميات، تقول لها عمرني ما نتفارق معاك، وانا كنعاهدك وكنواعدك باش ما عمرني نتفارق معاك. ومن كثره ما تيعاود ليها هذه الكلمه ديال كنعاهدك وكنواعدك، اتفقوا باش يسميو دوك البنيات اللي عيتزادوا، وحده سميتها وعد والاخرى عهد، زعما كنواعدك وكنعاهدك. ومشات الامور مزيانه، العائله كلها فرحانه، هو فرحان كيطير بالفرحه. النهار اللي جا الموعد ديال الولاده داها للطبيب باش تولد. مني ولدات جوج تويميات عميين ما كيشوفوش، ولله ما اعطى وله ما اخذ، هادشي ديال الله سبحانه وتعالى. المهم السيد تسيف على السيده، ما بقاش يبغي يطلع عليها الهضره الخايبه، الحشيه الهضره، حتى النهار اللي يخرجها من الطبيب. خرجها من الطبيب قدام الطبيب، قال له شوفي بنيشان ما طولش معاه، قال له انت طالق ثلاث ما بيني وما بينك. علاش بقات تبكي؟ قالت له انا، قال لها انا ما عندي ما ندير بجوج بنات عميات ونتعذب معاهم، جوج معاقات ونتعذب معاهم عمري كامل، انا باغي نعيش حياتي، الله يعاونك سيري لداركم انت وياه، وما عندي ما ندير بهم. ومشات السيده مسكينه ودازت واحد الايام، ومني ولا وقفوا معها الناس، كاين الناس صراحه، وقفوا معها الناس ودبروا على الخدمه وناضت تخدم على بنيتها، وتعاطفوا معها بزاف ديال الناس. وهو الانتقام ديال الله سبحانه وتعالى شنو غيكون؟ غادي يسخر له واحد البنت اللي غتعذبه في الحياه ديالو، واحد البنت اللي غتكون جايه من واحد المنطقه بعيده، ساكنه في ديك المدينه كاريه بوحدها، وكتخدم غير بالتليفون بالليل مع الرجال، كدير لي فيديو وكيبقاو يخلصوها. وهذه هي اللي وهي زوينه حتى هي، ولكن عيطيح عليها وعيتزوج بها، لان الله سبحانه وتعالى عرف بان القلب ديالو فيه الشر، سخر ليه واحد السيده اللي ديال الشر. مجرد ما تزوج بها بداو يوصلوا الفيديوهات من عند صحابه كيوصلوا ليه الفيديوهات ديالها، ولا عايش الشوهه والعذاب مع هذه السيده هذه. والله سبحانه وتعالى عذبه، لان الله سبحانه وتعالى فتح ليه واحد جوج ديال البيبان ديال الجنه، هما دوك جوج تويميات. الله عطاه ابتلاء، كون رضى بداك الابتلاء الله سبحانه وتعالى كان يعطيه الجزاء الحسن. ما عرفناش الله شنو كان مدرج ليه، لان الله سبحانه وتعالى لا يبتلي الا عباده الصالحين. الله اذا احب عبدا ابتلى منه واصاب منه، في حديث اخر وخير المبتلين هم الانبياء والرسل. وهذا ما رضاش بقضاء الله سبحانه وتعالى وما رضاش بهذا الابتلاء، ولكن الله سبحانه وتعالى منتقم عزيز، سلط عليه واحد المرأة اللي ما عمره غادي يرتاح في حياته. كنتمنى تاخذوا عبره من هذه القصه هذه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.